فتوضأ أمير المؤمنين، ولما قرب الفجر أراد الخروج من الدار، وجاء يمشي في صحن الدار، وإذا بتلك الأوز قد صحن بوجهه ورفرفن بوجهه، وكن قبل ذلك لم يصحن في وجه أمير المؤمنين. لما نظر إليها أمير المؤمنين قال: صوائح تتبعها نوائح. آجركم الله، جاء ليفتح الباب، أخذ يعالج الباب، وإذا بمأزر أمير المؤمنين قد انحل ووقايا، وأخذ أمير المؤمنين يشد مئزره وهو يقول: اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. يا آجركم الله. خرج أمير المؤمنين بعدما شد مئزره، اي والله شد الحزام، شد الحزام ووقع منا. اي والله هنيئا لك، اي والله هم ليلة قدر وهم شهر مبارك وهم ساعات مباركة، وعلى من على أمير المؤمنين. والله شد الأحزام، شد الأحزام ووقع منا، ويقال للموت شدنا، والله شدنا، ولن بن ملجم قرب منا. أين المنادي وعليا؟ أيوا مظلوما، والله لن بن ملجم قرب منا، طبر هامته وبالذب تخل. يا ويلي يا ويلي، والله طبر هامته، طبر هامته وبالذب تخل. آجركم الله. جاء أمير المؤمنين عليه السلام، دخل إلى المسجد، وكان من عادته يوقظ الناس إلى الصلاة، ثم مضى فصلى ركعات، ولما حان أذان الفجر صعد إلى المئذنة، فأذن إمامنا أمير المؤمنين، وما بقي بيت من بيوت الكوفة إلا ودخله صوت أمير المؤمنين، ثم نزل سلام الله عليه، وأخذ يوقظ الناس إلى الصلاة، فمر على عبد الرحمن بن ملجم، وقد كان نائما على وجهه، وقد أخفى سيفه تحت ردائه. قال: يا هذا لا تنم هذه النومة، فإنها نومة يمقتها الله. ثم مضى أمير المؤمنين إلى المحراب، فبدأ يصلي، فجاء اللعين فوقف أمام الأسطوانة التي يصلي عندها أمير المؤمنين، فأمهل إمامنا أن سجد السجدة الأولى، ورفع رأسه من السجود. يا موالين، فهز اللعين سيفه، وضرب أمير المؤمنين على رأسه، فسقط إمامنا على وجهه، وهو ينادي: فزت ورب الكعبة، رحم الله من نادى وعليا. أيوا سيدا، أيوا يا
والله ضرب ابو حسين شلون ضربه. ما اريد واحد يسكتها، ما اريد الحسين تهدى ابدا، هذا مصاب امير المؤمنين. والله ضرب ابو حسين شلون ضربه، ذاك الجان يابا بالمحرم ما حد يقربه. يا ويل يا ويل. ساعد الله قلبك يا مولاي يا ابا الحسن، اجركم الله. وقع امامنا على وجهه في المحراب، لزم راسه لزم راسه يا ويل يا ويل، لزم راسه وعلى وجهه تطوع، او صاحب صوت لا باس نفزت والله يا ويل، وقلبه من ولا مراسه تطوع يا والله، ودم الراس يتسايل على العين. اي والله ودم الراس يتسايل على العين. اجركم الله. واذا بابواب المسجد قد اصطفقت وهبت ريح عاليه، واذا بجبرائيل نادى بين الارض والسماء، تهدمت والله يا اركان الهدى، وانفصمت العروة الوثقى. شنو صار؟ قتل علي المرتضى، قتلوا الأشقياء. وإذا بزينب تسمعون ذا جبرائيل، والله من اللي سمعت جبريل ينعى، جت للحسن تنحبى تنخى. الله يساعد قلوبكم سادتي. والله من اللي سمعت جبريل ينعى، جت للحسن تبكي وتنخى. والله ابونا انجتل ما واحد وياه. اجركم الله. ثم ان امامنا ابو الحسن امر ولده الحسن بان يصلي بالناس، والامام صلى من جلوس، وكان الحسين جالسا عنده. اخذ يشد راس ابيه ويبكي. قال بني حسين أنت الآن تشد رأسي، ومن الذي يكون عندك أبا عبد الله؟ رحم الله من لا دعوى حسينا. أيوة مصيبته. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، قال أمير المؤمنين أبنائي احملوني إلى داري. وكانت زينب واقفة بباب الدار. عاد قال من الفول الدار وجاغ، يابا من الفول الدار وجاغ، ذاك الحسن هذا حسين بوغ. والله ذاك الحسن هذا حسين اخوه، لان ما بينهم مصيوب بوغ. والله لان ما بينهم مصيوب بوها، انا لا قلولها ولا علموها، انا لا قلولها ولا علموها. اثار بالخبر تدري لقوه،
والله ثار بالخبر تدري لقاها. لهذا زينب عليه السلام لما نظرت إلى بها محمولة صاحت، والله صدته وصاحت يا المجيب له. بارك الله بك. والله صدته وصاحت يا المجبلين هالشايلين وياكم ومن اي والله هالشايلين وياكم ومنين اخاف انجتل عاد يا طيبي. انا لما سمع الحسن وحسين صاحوا يا زينب زيد الولي، والله زيد الولين ابوك انطبر والراس نصه. تهدمت والله اركان الهدى، تهدمت والله